رواقي يا خرصه رواقي. يا نهار اسود، ده شكله عادل جوز. اقعدي شكله جوز بسرعه، انت لسه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا روان، عامله ايه؟ الحمد لله يا عادل. الكل ربنا يديك الصحه يا امي. الحمد لله. بقى من بدري يا عادل عمال اقول لها اقعدي. طب عايزه حاجه اعملها لك وهي ما فيش اي حاجه خالص، حتى انا عماله اروق وهي برده مش ليا تقعد. والله يا روان انا اهلك دول اشيلهم على دماغي من فوق عشان انت تسلم يا بتعملي عادل. معاهم كده. ده زي ماما يعني يا ربنا يديك عادل. الصحه ده يا زي روان. ماما. ايه يا اما الدنيا تمام؟ خش والنبي يا روان اعملي لقمه. حاضر. ايه الاخبار؟ مالك كده زعلانه من ايه؟ يا لهوي، انا ما عملتلوش اي طفح يطفحها. انا مش عارفه جالي بدري ده ليه رخ. اخلص منه ولا من امه يا ربي، بس انا تعبت. مالها الورقه دي؟ افتحها لي. بعد 3 ايام؟ ليه طيب يما؟ حاضر يما، افتحها بعد 3 ايام. احطها في جيبي؟ حاضر ماشي. عايزه حاجه؟ انت يا اختي اوعي تكونوا قلت له حاجه، سنتك هتبقى سودة. امي مسكينه بقى، امي هبله شكلك ولا ايه؟ انت شكلك بتستهبلي علينا اصلا، عليكي وعلى ابنك. يلا يا اختي قومي، مش كفايه مستحمله قرفك انت وابنك. خشي اقعدي جوه، ما تقعديش هنا. لا اقعدي جوه، انا بقى مزاجي كده، هتقعدي جوه. لا هتقعدي جوه، مش هتقعدي قدام التلفزيون هنا في المروحه. يلا قومي. يا لهوي عادل بينده. خلاص خليكي قاعده بدل ما يقول لي حاجه، ده انت وليها كبه. يا روان ايه يا عادل؟ لو سمحت يا روان، ايه الهدوم اللي في الدولاب ديت انا قايل لك انا هاخدها معايا الشغل وعايز اغسلها، ما غسلتهاش ليه؟ هي نسيت تغسلهم؟ انا نسيت اغسلهم والله يا عادل، معلش كنت بروق وبعمل الاكل. استنى بس، انت قلت حالا هي نسيت تغسلهم، هي مين اللي هتغسلهم؟ يا ابني انا نسيت اغسلهم، انت مين اللي هيغسلهم يعني؟ ومين بيغسل هنا غيري؟ طب بعد اذنك يا روان، والنبي خديهم اغسلوهم وحطوهم في العصار وانا يا ست هبقى انشرهم هناك. طيب ماشي هغسلهم لك. حاضر. خديهم بعد اذنك، انت رايحه فين؟ طيب حاضر. انا اغسلهم والله ما انا غسلهم، هي بكره اللي هتغسلهم. ده انا هسود عيشتها بسبب الغسيل ده، بس استني عليا شويه اطلع لي بحاجه. اما بقول لك ايه، انا هطلع اقعد شويه على القهوه مع اصحابي لحد ما هي تغسل الهدوم. لا ليه؟ لا ياما همشي معلش. بقول لك هقعد شويه مع اصحابي بيكلموني عشان رايح الشغل تاني. معلش ياما. في ايه يا حاجه، انت خايفه من ايه؟ اما مش فاضلك بقى والنبي. شوفي قاعده عامله ازاي، زي ما تكون هي اللي مظلومه واحنا اللي ظالمينها. عادل ابنك مشي؟ انت بتسمعي ما تحوريش. الهدوم دي ما اتغسلتش ليه؟ انا مني كده بقى مسكينه البنت، حرام عليكي. بقول لك ايه، ما تحرقيش في دمك. كفايه ان انت قاعده واكله شاربه نايمه معايا. بقول لك الهدوم دي ما اتعملتش ليه؟ مش ابنك اللي هيلبسهم؟ ما ترحميني بقى انت وابنك في سنتك السودا دي. عارفاني لا انت بتسمعي ولا بتتكلمي ولا بتنيله. الهدوم دي لو ما اتروقتش واتغسلت واتكوت قبل ما ابنك يجي هيزعق لي، وانت عارفه اما بيزعق انا بعمل فيكي ايه. لا هتاكلي ولا هتشربي وانت عارفه. وابنك مسافر، ابنك رايح شغل ومسافر، يعني هتقعدي معايا، يعني هتلمي نفسك وتعيشي بلقمتك، يا اما وقسما بالله هوريكي السواد. الهدوم دي تتنضف حالا اهو. كده ربنا عمل فيك ايه خلاكي خرصه اكتر من كده؟ هتروحي فين الله يخرب البيت؟ عالظالم والقوي غوري. مش عارف الورقه دي فيها ايه. ايه يا عم محمد، انت ايه اللي موقفك قدام شقتي كده يا عم محمد؟ انا جاي اخد فلوس الزباله يا ابني. اسكت، لقيت فيه زعيق وحاجات صعبه خالص. انت بتتصنط على اهل بيتي؟ مش بصنط، انا جاي اخد فلوس النظافه. لقيت مراتك مبهدله امك الخرصه دهيت. حرام عليك يا اخي، خاف ربنا في امك شويه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم محمد؟ مبهدله ام المطاه ده، بس ملحسها البلاط جوه. ملحست مين يا عم محمد؟ ده انا مراتي هي اللي بتنظف البيت وبتعمل كل حاجه لطلبات البيت. اقول لك على اماره عشان تعرف ان انا راجل صادق ولا كذاب. اتفضل. هو انت كنت مدي لامك ورقه؟ لا امي اللي كانت مدياني ورقه. امك كانت مديك ورقه؟ ما انا ماسكها في ايدي، هموت واعرف هي ايه، بس قالت لي ما تفتحهاش دلوقتي. مراتك بتتهم امك في ان امك عامله لك سحر. سحر؟ يا اخي فوق بقى من اللي انتوا بتعملوه ده يا اخي. خاف ربنا في امك يا اخي. في ايه؟ اجيال ما يعلم بالله ربنا. خلاص يا عم محمد بعد اذنك روح دلوقتي. هات الفلوس بتاع النظافه. هبقى احود عليك يا عم محمد، روح دلوقتي. فوق بقى نفسك وخلي بالك من والدتك. ماشي يا عم محمد. ايه ده؟ ايه اللي امي كاتباه في الورقه ده؟ نهار ابيض، معقول روان مراتي تعمل في امي حاجه ولا تاذيني؟ وده ايه ياما؟ ايه اللي جاب كيسه الهدوم دي هنا؟ مراتي انا بتقول لك اغسليها؟ هي قاعده فين الهانم دي؟
ده انا هخرب بيتها النهارده. كنت عايزين افتح الورقه دي بعد 3 ايام لياما. ليه يعني؟ انا فتحتها بره على فكره وعرفت بنتي كاتباه فيها. مش عايزه تقولي لي ان مراتي بتعاملك وحش؟ بتضربك؟ طب بعد اذنك ياما قوم خش لها الاوضه واكني ما جيتش، ماشي؟ انا عايز بس اشوفها بتعاملك ازاي، عشان انا هرميها في الشارع النهارده. قوم قوم ياما قوم، ربنا يديك الصحه يا ست الكل. انقطع ايده اللي تتمد عليكي. ماشي يا روان، والله لو اوريك يا روان. ايه ده؟ هو انت بتقبلي الباب كده ليه؟ مش هتغسلي ليه؟ وما انا اللي هغسل؟ اقعدي بس كده والنبي عشان افهمك انت بتقولي ايه. خير، مش تغسلي ليه؟ هو انت قلبك جيبك كده ليه عليا النهارده؟ امال مين اللي هيغسل؟ اجيب لامي اللي تغسلي؟ قومي اغسلي، قومي اغسلي وخلي اليوم يعدي. يا دي النيله بقى يا ستي، بقول لك اغسلي بقى وما تقرفنيش. حرام عليك يا شيخ، حسبنا الله ونعم الوكيل عادل. فيك. لو امك هي مكانها وقسما بالله كنت حطيتها في عينيا وشلتها على راسي. بتعامل امي كده ليه؟ بعملها كده عني عشان هي بصراحه حملها تقيل عليا. حمل ايه يا وانا شيخ؟ مش عارفه اتعامل معاها. حرام عليكي، مهما مكان يكفي ليا فيه. معرفش بقى، هو ده اللي حصل. وبعدين هي بصراحه بتقرفني. وانت ما لا بتحسيش؟ بتسمع ولا بتتكلم ولا اي حاجه. إرادة ربنا. انت هتكفري ولا ايه؟ روان انت تروح عند اهلك دلوقتي وانا ليا كلام تاني معاهم. يعني كمان انا هنداني بعد ما كنت شايلها العمر ده كله؟ امال عايزاني اطبطب عليك يا روان وانا شايفك بتهين امي؟ حرام عليكي، تقبلي ان انا اعمل في امك كده؟ لا، عشان امي مش هتبقى جايه قاعده معانا هنا حمل عليها تاكل وتشرب معايا واخدمها كمان. استغفر الله. بعد اذنك يا روان عشان ما امدش ايدي عليكي، اتفضلي اطلعي بره. ماشي يا عادل، خلي امك تنفعك. هتنفعني وهشيلها على راسي من فوق. حقك عليا يا قوم قوم يا يما، معلش سامحيني، حقك عليا. خش، انا اللي هعمل لك الاكل واخدمك والله واحطك في عينيا، منك لله روان. معلش يا يما، حقك عليا. لا اله الا الله. يا عادل انا بتكلم. ايه ده يما؟ بتتكلمي ازاي يما؟ انا كنت عامله نفسي خرصه عشان مش عايزه احكي لك اللي بيحصل. بجد يا ست الكل، الف حمد والف شكر لك. طب ما قلتليش ليه يما ان انت اللي هي بتعملي ومعاكي ده؟ اقول لك ايه يا ابني، اخرب عليك. انا قلت يمكن تتعادل ولا اصعب عليها ولا حاجه. سيبك انت تغور في 60 داهيه، اهم حاجه ان انا سمعت صوتك تاني. تسلم لي يا ابني، ربنا يبارك يديك لك يا الصحة. ابني. انا هقوم اعمل لك الاكل وهعمل لك كل اللي انت لا عايزاه انت يما. اللي تقعد وانا اللي هقوم اعمل كل حاجه. ربنا يديك الصحه يا ست الكل. ربنا يخليك يا طب ابني. قومي بقى اكلين. ماشي. بقالي كتير ما دقتش اكلك.